السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين فينا ربى أرانب قبل كده ولما دخل عليهم العنبر لقى الأرنبة اللي لسه والدة واكلة عيالها؟ دي كده مشكلة مرضية اسمها مشكلة الافتراس. أسبابها بتكون كالآتي: لو الأرنبة اللي قدامنا دي أول مرة تولد وبتكون عمرها صغير وخبرتها قليلة، ممكن إن هي عن طريق الخطأ تاكل الولدة بتاعتها. لو حد غريب دخل عليهم أو لو الصوت جنبهم كان عالي وفيه ضوضاء كتير، ده بيخوفهم ومن الخوف بياكلوا الولدة بتاعتهم. طيب، لو العليقة اللي احنا بنقدمها لهم فيها نقص في أي عنصر من العناصر الغذائية أو البروتين، ده برضو بيخليهم ياكلوا خلفتهم علشان يعوضوا النقص ده. ولو الأم اللي بترضع اللبن بتاعها قليل مش مكفي كل الولدة، بيخليها تدور على أضعف أرنب فيهم وتبدأ إن هي تاكله علشان تقدر ترضع الباقيين وتوفر اللبن اللي ترضع بيه الباقي. لو احنا بنربي أكتر من نوع من الطيور في نفس المكان مع الأرانب، ده بيسبب افتراس. ولو الولادة كانت صعبة، لو الأم عصبية، لو الأم اتصابت بحالة حمى، ده برضو بيخليها تاكل أولادها علشان تطلع من الحالات بتاعة العصبية والحمى اللي هي فيها دي. لو احنا جبنا خلفة أم تانية حطيناها مع خلفة الأم الحالية، ده برضو بيخليها ما تتعرفش على ريحتهم وتبدأ إن هي تاكلهم. طيب، ازاي إن احنا نقدر نعالج الحالة دي؟ أنا هقولكم. مبدئيا لازم العلف اللي بيتقدم للأرنب يكون غني بكل العناصر الغذائية اللي الأرنب محتاجها. بعد كده بننزل سقوات أملاح معدنية وفيتامينات. ولو الأمر اتكرر أكتر من مرة إن الأم تاكل أطفالها، بنحقنها بهرمون الأمومة. وللاستفسار أكتر تواصل مع فريق الدعم الفني للشركة.